انا متهيألي نص الاسك كله بعتلي ارجعي نور تاني، ارجعي ظهرلنا تاني، ارجعي زي الاول. بس دي حاجة مش بايدي خالص خالص اطلاقا. حرفيا يعني بجد بدون مبالغة انا مش بنام. لسه الجرح تعبني جدا جدا، يعني رغم ان انا بنزل من البيت بس مش بمشي، يعني كله بالعربية. عارفين ان انا لو حكيت لكم هتقعدوا تعيطوا على اللي انا فيه. بس انا لحد دلوقتي عند مامتي، اصلا انا ما روحتش لحد دلوقتي بيتي، يعني انا بكلمكم دلوقتي من عند مامتي. ف هرجع تاني وراجعه لكم بحاجه اقوى من الاول، وحاجه انتوا كلكم طلبتوها مني وكان نفسكم تعملوها، وانا كمان كان نفسي اعملها من بدري قوي، ومعايا حد انا بحبه في الحاجه دي. ف شوفوا الستوري الجايه وهتفهموا كل حاجه. يا نهار حلاوه ويا نهار الاخبار الحلوه بجد. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم حته خبر حلو جدا جدا. اخيرا هنتجمع انا وانتوا يوم 15. ركزوا معايا بقى قوي، عايزه العرايس الحلوين اللي عندي اللي بيجهزوا، اللي بيقولوا الاسعار غاليه مش عارفين نعمل ايه، اللي لسه بيحتاجوا ياخدوا ذوق حد او راي حد معاهم في المفروشات بتاعتهم. عايزاكم معايا يوم 15 في افتتاح معرض انوار مكه في مدينه نصر. هحط لكم اللوكيشن وهحط لكم العنوان بالظبط وكل حاجه الساعه 4. طيب هنيجي يا نور وهنتصور سوا وهنعمل فيديوهات سوا، ومعايا حد انتوا بتحبوه، هبقى انا ومحمود كمان، وفي ناس كتير هتبقى موجودة انتوا بتحبوهم، فخمنوا بقى هم مين. المهم نخش في الموضوع على طول. طيب احنا هنيجي يا نور بس كده وهنمشي ايدينا فاضية؟ لا انتوا مش هتيجوا وتشتروا بس وتمشي ايديكوا فاضية. في هدايا وفي سحب وفي حاجات حلوة قوي قوي. يعني ممكن تكسبي فوط، ممكن تكسبي ملايات، ممكن تكسبي بطانية، ممكن تكسبي اي حاجة من المفروشات. كل اللي هيجي هيبقى كسبان. بس كده يا نور؟ لا مش بس كده يا نور، ده كمان عايزه اقول لكم ان في سحب على سلاسل ذهب، وفي سحب على منتجات باس اند بادي انا اللي هكسبها لكم بنفسي، وانتوا موجودين معانا في اليوم. هيبقى لذيذ حلو قوي، واليوم هيبقى في اكتيفيتي كتير كده، وفي خصومات حلوه قوي للعرايس اللي بتقول الاسعار بقت غاليه. لا تعالوا انتوا هتشوفوا الاسعار بنفسكم، هنختار سوا. وانا مبسوطه ان انا بقى هيبقى عندي عرايس كتير حلوين وهختار معاهم الجهاز بتاعهم. هاتي مامتك كده ولا باباكي معاكي يدفع وانت اختاري وانا هختار معاكي. بس عايزه اقول بس حاجه مهمه قوي، ان الناس اللي هتيجي تبعت لي دلوقتي حالا كل اللي هيبقى معانا، عشان كل ما العدد هيكتر كل ما احنا هنكتر في الهدايا. فكل اللي هيبقى معايا موجود في اليوم ده هو في مدينة نصر زي ما قلت لكم، معرض انوار مكة الساعة 4. هنبقى موجودين هناك انا والناس اللي بتحبوهم، طبعا محمود ورولي هيبقوا معايا. فقولوا مين تاني هيبقى معايا، تفتكروا مين هيبقى معايا؟ حذروا فزروا كده.